صباح الفل. يا صباح النور، أهلا يا دكتور. هنتكلم المرة دي بقى على العلاقة مع ربنا، ومفهومنا للعلاقة مع ربنا، ومفهوم احنا اتكلمنا على ان ربنا بيدينا الحقوق بتاعتنا ال5 حقوق كاملين: الاكل، الشرب، الهواء، المساحة، والنوم. ولكن بتكلم على مفهومي انا بعلاقتي بربنا. هو ربنا بيمثل لي ايه؟ الحاجة الغير محدودة اللي بتديني الحماية. فكرة الحماية بيني وبين ربنا، ومتهيألي هبدأ الأول بالنقطة اللي انت قلتيها قبل كده، إن ربنا يحميني بالطريقة اللي أنا عايزها. ف طب قولي مفهوم الحماية عندنا كبني آدمين، يعني حضرتك شايف الحماية إزاي، أو الناس عندك بتشوف إن الحماية الإلهية دي شكلها إيه؟ الناس دايما بتشوف إن لو حصل لي حاجة وحشة يبقى كده ربنا بطل يحميني، أو أنا كأن كده الحاجة دي معناها طب هو ربنا كان فين لما حصل لي الحاجة الفلانية، لما اتأذيت في كذا، لما اتسرقت، لما حصل لي، لما خل فيبقى كأن لو أنا اتأذيت يبقى أنا اتاخد مني الحماية، أو الحماية وقعت عني الوقت ده. أدينا راجعين للمفهوم البشري عن الإله. م. آه، نفرق كده بين المفهوم البشري عن الإله والمفهوم الإلهي عن الإله. هو أول مفهوم عن الرب هو الأب والأم، من خلق ورزق حق أن يعبد. فالأب والأم هو اللي بيديني الرزق، وهو اللي بيعلمني، وهو اللي بيحميني، مش كده؟ طبيعة العلاقة مع الأب والأم أنا بشوفه عامل إزاي؟ إني لو أخطأت بيعاقبني في ساعتها، مظبوط؟ حتى لو أنا مش قاصد الخطأ ده. أنا بتصور إن الإله كده، إنه أنا محتاج يحافظ لي على حياتي، يعني يلحقني، ما اعورش نفسي، ما اتألمش، ما احسش وحش. أنا متخيل إن الإله وظيفته كده، إنه يخليني ما احسش وحش. طبعا لا. أنا متصور إن الرب البشري هيزهق مني أو هيفقد الثقة فيا، فبتعامل مع الإله إنه كده هيزهق مني وهيفقد الثقة فيا. وطبعا لا، الله لا يمل حتى تمله. لو أنا عملت حاجات حلوة كتيرة قوي، لأبويا وأمي بيبقوا راضيين عني فبيدوني حاجات حلوة. أنا متصور إن الإله كده، طالما أنا سمعت كلامك يبقى أنت هتديني حاجات حلوة. لا طبعا، العلاقة مع الله مش كده. مثلا ان ممكن الرب البشري يخذلني، يعني ممكن اطلب منه حاجه وما يجيبها ليش عقابا ليا. فانا بتصور كمان ان ربنا لما بيجيبليش الحاجات هو بيعاقبني. اللي هو لو انا اتمنيت حاجه وما حصلتش، او لو حاجه حصلت مؤلمه، او ممكن بشوف انها بتصعب لي الحياه دلوقتي، يبقى ده معناه ان ده ايوه، غضب من ربنا او عدم رضا من ربنا، زي ما كان بيحصل مع اهلي. ومين قال لك ان الله كده؟ لا طبعا. حاجات تانية برضو، لما مثلا اعمل حاجات كويسه لاهلي فيعاملوني حلو، وبعدين اعمل حاجه وحشه فخلاص يغضبوا عليا. انا بتخيل كده ان انا لو طعت وعملت معصيه الله هيغضب عليا. طبعا القصه مش كده خالص. فطول ما انا رابط ما بين مفهوم الحمايه البشريه والحمايه الالهيه، ان هما شبه بعض، زي ما انا واخدها من اهلي، هستنى من الاله بتاعي يعمل ايه بقى؟ يبعت لي كل الحاجات اللي انا عايزها، مكافآت بقى، يرضى عني طالما بعمل له الحاجات اللي هو وفي الوقت طلبها، اللي انا عايزه، يجيبها لي في الوقت اللي انا عايزه، لان بعد عيد الميلاد مش عايزه الهديه خلاص. لا طبعا، كل دي قصه تخص رب بشري، بني ادم محدود مش عارف الحدوته. انما الوحيد اللي عارف القصه كامله هو الله. وياما الناس اللي فعلا عندها عقيده ومؤمنه بالله فهمت بقى الحكمه وهي عايشه. ده كده مضايقني هسلمه لله وعارف ان تمنه خير. ده كده بسطني هشكر الله عليه وعارف انه هو خير. ده كده محروم منه عارف ان الله حرمني لسبب. انا مطمن. مفهوم الحماية الإلهية يا دكتور هي الشعور بالاطمئنان، مش انه بينجيني من الحاجات. لا طبعا، مع انه هو بينجيني، بس المفهوم العام عن الله مش زي البشر، مش زي ابويا وامي بيشيلوني ويلحقوني ويبعدوا عني السكينة. لا طبعا. متهيألي ان يعني انا بحب القصه دي جدا، قصه القرآن اللي بتوري مفهوم الحمايه الالهيه ده، وازاي ان احنا فهمنا محدود جدا لحمايه ربنا لينا. والقصه المشهوره بتاعت سيدنا موسى وسيدنا الخضر والرحله بتاعتهم، دايما الناس بتفكر في طاعه سيدنا موسى لسيدنا الخضر، وان هو ازاي ان عنده العلم وكده، ولكن
تعالوا نبص على الزاويه التانية، زاويه الناس اللي حصلت معاهم القصه دي. فللي ما يعرفش القصه، سيدنا موسى قال انا عايز اشوف حد اعلم مني او حد، فربنا هداه الى ان هو يقابل سيدنا الخضر. فقال له طب انا عايز اتعلم منك. قال له بس لو مشيت معايا ما تسالش، واللي انا هعمله انت مش تفهمه، فما ما تسالش وتمشي وانت ساكت. فبدا يمشي معاه في القصه، فركبوا عشان يروحوا من حته لحته. تخيل كده واحد صاحب سفينه، جم ناس معديين قالوا النبي عم نركب معاك، طب اتفضلوا. ركبوا معاه، راح واحد منهم نزل في قعر السفينه وخرم السفينه، كسر له السفينه من تحت، وبعدين راحوا نطين وهربوا من السفينه. في الفكره ان سيدنا موسى ساله طب انت عملت كده ليه؟ طب ما تسالنيش. طب خلاص انا مش هسال تاني. بس تعالوا نفكر بقى في الراجل صاحب السفينه ده، اللي الناس خرمت له السفينه بتاعته ونطت. هل هو هيبقى مبسوط منهم؟ هل هو هيبقى بيدور عليهم عشان يضربهم او يوديهم السجن او ياخد حقه منهم يعني؟ طيب مشوا شويه، دخلوا قريه والقريه كويسه والناس كويسه. فسيدنا الخضر شاف طفل او صبي صغير، راح ماسكه قتله. اهل الولد ده لما الناس تدخل عليهم بابنهم متشال مقتول، هما ازاي هيقدروا يشوفوا ان ده ممكن يبقى خير؟ هما مستحيل في هذه اللحظة ان هما يشوفوا ان ده كان حاجة كويسة بالنسبة لهم. هو اكيد ده في ألم، في فقد، في هو ابننا ده عيل صغير عمل ايه عشان يتقتل. لو هقف عند القصتين دول وتعالى نشوف قدام، هل اهل الطفل ده حتى لو بعد كده ربنا رزقهم بطفل تاني هيفضل عندهم الصورة؟ عارفة يعني اكيد ما كانش في تصوير ساعتها، بس لو الصورة ذهنية ان صورة الولد محطوطة في البيت، وطول الوقت بصوا ابننا ده كان جميل، انت عارف اخوك ده كان هيبقى احسن واحد. عمر ما هيبقى عندهم العلم بتاع ان الولد ده لو كان كبر كان هيبقى مؤذي بالنسبه لهم او يأذيهم او زي ما الايات بعد كده بتقول. ولا الراجل اللي السفينه اتخرمت حتى لو شاف ان الملك اللي بياخد السفن او القرصان اللي بياخد السفن ده كان ممكن ياخد السفينه بتاعته، هو يقول كويس جت يعني جت سليمه والحمد لله انها عدت على كده. لكن هل هيبقى ممتن للراجل اللي خرم له السفينه؟ هل ممكن في اي احتمال الناس دي تبقى ممتنه للراجل اللي قتل ابنهم اللي كان هيسيء لهم لما يكبروا؟ طول الوقت لا. وطول الوقت هيسالوا طب يا ترى حصل لنا كده ليه؟ يا ترى يمكن الراجل بتاع السفينه عشان المساحه الزمنيه قصيره فهيشوف طب الحمد لله ان ربنا عمل لي كده عشان ننقذ السفينه. لكن الاهل دول هم ما اظنش ان عمرهم هيقدروا يوصلوا لحكمه ليه الولد اتقتل. القصه الثالثه ولاد وايتام وسيدنا الخضر بيبني سور عشان يحمي الكنز بتاعهم عشان لما يكبروا ياخدوا الكنز. طب لما هياخدوا الكنز هل في احتمال اصلا يفكروا ايه الحكمه اللي خلت الكنز ينقذ الكنز؟ لا، هو انا لما هاخد الحاجه الحلوه هاخدها من غير ما افكر في الحكمه، بس لما هيحصل لي مشكله هقعد اسال طب ايه الحكمه من اللي حصل؟ طب يا ترى ليه حصل كده؟ طب هنا المفهوم بتاع الحمايه للحد اللي عنده الفهم والمعلومه الغير محدوده طول الوقت هيختلف عن مفهوم الحمايه بتاعي انا وانا عندي المحدوديه في العلم. هيبقى طول الوقت احنا مش قادرين نقبل اللي احنا بنشوفه دلوقتي على انه ألم، الشاطر اللي هيعرف يقبل ده ويشوف ان هو ده في المفهوم او في الفهم بتاع ربنا للحماية بتاعتنا، حتى لو احنا مش قادرين نعرف هو ده حصل ازاي دلوقتي. حلو قوي الكلام ده، رائع بصراحة وبيخدم المفهوم ده. هقول لحضرتك حاجتين مهمين قوي في القصة. أول حاجة لو حياة الناس دي اللي حضرتك بتقول ان هم ما خدوا، يعني هم ما سامحوش القاتل، ما غفروش للي خارق السفينة، ما عرفوش ان ده أقام الجدار، لأن البشر أسباب والأسباب مش فاعلة. فهم البشر الأسباب دي هي مش جزء من الحدوتة يا دكتور، مش جزء من حدوتي، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي أقر إن قدر يحصل صحيح على إيد فلان، بس فلان مش هو الفاعل، الله هو الفاعل.
فانا لو انا مكان اللي اتخرقت سفينته، ومكان الاب اللي اتكلم في ابنه، ومكان اليتيم اللي مش عارف ان عنده كنز، لو انا عبد رباني مش هفكر في الاسباب، فمش هشغل نفسي مين عمل ايه، انا هبص لحدوتي حصل فيها ايه، وهنا هعرف ابص للحكمه كويس. تاني حاجه محتاجه ابص عليها، خلي بالنا هو مساكين، بس مش بس مساكين، هما مساكين هيعملون، فده مسكين بيعمل، دورك ايه؟ انك تعمل حتى لو مسكين. فهنا انت في معية الرب. ابواه صالحين، الصلاح، فهنا انت في معية الرب. مش اي اب هيفقد ابنه هيعوض ويلاقي الخير هو محتاج يبقى عبد رباني، يعني عبد صالح. ابواه صالحين، فصلاح الاباء خلى الحكمة تهدأ جواهم، انه مطمن. عمل المساكين خلاه يطمن ان مفيش فقد، ان مش هعيش طول عمري عيط على اللي ناقصني. كذلك يتيم، هو الرب راعي، فيتمك يعني ابوك وامك مش موجودين، يعني انت صغير انت كده ضعت، لا لا، اليتيم الله وكيله، الله ابوه، الله امه. فالحكمة من انت مين اللي تعرض للقدر ده. طيب تخيل المساكين عاشوا طول عمرهم حاقدين وسخطين، وسابوا أشغالهم وسابوا الدنيا عشان يدوروا على اللي خرق السفينة، شكرا. تخيل الآباء ما أبدلهمش ربهم خيرا منهم، لأنهم اتطلقوا وكرهوا بعض وكرهوا نفسهم وسخطوا على الإله عشان خد منهم ابنهم، شكرا. تخيل اليتيمين دوروا على آباء بديلة في الدنيا، وما دوروش على تربية ربنا ليهم وحماية ربنا ليهم، شكرا، هيعيشوا بؤساء. حكمة إن مساكين بس بيعملوا، حكمة إنه وإن دي حكايتي اللي أنا مسؤول عليها، واللي أنا هطلع منها أحسن ما فيها، وإن أنا عبد رباني، يعني مش ببص للي عمل لي، ببص للفاعل القدر. وطالما أنا عبد رباني أنا مطمن، وطالما مطمن يبقى عارف إن أنا في حماية الإله، وطالما أنا في حماية الإله مش هتضر. يمكن الناس دايما بتحكي ان، او ما بنحكي قصة من القرآن او من قصة الانبياء، الناس دايما تقول ده قصة انبياء. وانا كنت اتمنى في الحلقة دي ان يعني يبقى معايا صديق عزيز يحكي القصة دي، علشان هي مثل واضح للحدوثة دي. صديقي ده النهاردة هو واحد من احسن الناس في التخصص بتاعه، ولكن طول ما احنا في الكلية كان هو نفسه في تخصص تاني. وجاء يوم الاختيار بتاع التخصصات ده، الشخص اللي قبله على طول في الترتيب أخذ التخصص اللي هو كان نفسه فيه ده، فاضطر ان هو ياخد تخصص تاني. والتخصص التاني ده ربنا يعني يريد يحصل ترتيبة معينة، انه يتحول من دكتور كان هيبقى دكتور عادي الى استاذ في الجامعة في التخصص ده. فالترتيبة دي ما كانتش عمرها تحصل في التخصص اللي هو كان نفسه فيه. طيب هو ايه اللي خلى ان زميلنا اللي اخد منه التخصص ده يبقى سابقه في الترتيب؟ حاجة حصلت في سنة ثالثة في الكلية، يعني قبل الاجتماع ده ب4-5 سنين. دخل امتحان بتاع علم الأدوية، والدكتورة ساعتها عشان تبقى يعني حيادية كانت حاطة الأسئلة في ورق عامل زي ورق الكوتشينة كده، وفنط الورق واختار أي ورقة، واللي يطلع الموضوع اللي يطلع هنتكلم فيه وتاخد درجتك بناء على الأسئلة اللي هتطلع في الموضوع. بيختار عشوائي، يعني الورق بيختار مش باين عشوائي السؤال تماما يعني. فاختار، فطلع موضوع هو مش مذاكره، فقال لا والله انا الموضوع ده ما اخدتش بالي ان هو موجود اصلا او ما ذاكرتوش يعني. قلت له ولا يهمك، مفيش مشكله يا ابني، فنط تاني واختار تاني، حط الورقه وفنط اختار، طلع نفس السؤال. ما شاء الله. فقالت له طيب ما تزعلش، فنط تاني وجاوب، فنط تالت واختار، طلع نفس السؤال. الله، دي كلها رجب ولا ايه؟ فقالت له بص يعني انا عملت اللي خلاص عليا، بقى. هنجاوب يعني هتجاوب، هو ما شاء الله. هتتكلم في الموضوع ده، واتكلم في الموضوع ده ونقص طبعا ما جابش الدرجات، هو شخص شاطر جدا بس ما جابش الدرجات يعني في الطب يعني ما جابش الدرجه النهائيه يعني. فالكام درجه اللي نقصهم دول هي نفس الكام درجه اللي زميلنا التاني سبقوا بيهم واخد التخصص اللي هو كان نفسه فيه. والنهارده بعد 20 سنه بقى، ولا بعد 25 سنه من تفنيط الورق،
هو النهارده الراجل ده نمره 1 في التخصص بتاعه في ما اسكندريه. شاء الله. فهل كان في احتمال احنا طول السنين دي، يعني انا القصه دي افتكرتها عشان اتقابلنا صدفه، مم. بس طول السنين دي احنا بنتريق عليه ان انت نحس، يعني انت عشان واحد يفنط مجموع مثلا 20 سؤال كل مره يطلع نفس السؤال، انت اللي العيب فيك يعني. فهي مش عيب بقى، هو لما تبص لها بنفس المنطلق، هو ده تقدير ربنا للحمايه بتاعته، اللي هو مستحيل يقدر يشوف ان ده كانت الحكمه من القصه دي. احنا بقولك احنا ده كده يعني تأملنا فيه من 4-5 أيام بعد 25 سنة من تفنيط الورق ده. آه، ده بيجاوب على انك لن تستطيع معي ايه؟ صبرا. اشمعنى الصبر؟ عشان الحكمة ما بتجيش في ساعتها. يعني انا هعمل لك اختبار والحكمة بتاعته كذا، لا ما فيش حاجة اسمها كده. الصبر يا دكتور، صح. من صادق الصبر كسب ربح. فعلشان أقدر أشوف ويملاني معنى الحماية من ربنا، أنا محتاج يبقى جوايا الصبر ده. الصبر، والصبر ما يجيش ابدا لواحد خايف، مطمئن، الاطمئنان. فانا لو اطمنت ان ربي حقيقي، هو ربي، هو الهي، خلاص ايه بقى ليه هبرهد نفسي؟ عظيم. شكرا جزيلا. شكرا لك.